6 الفجر بتوقيت جرينتش، والذهب فتح عند 4495 سعر اغلاق امبارح، يعني عند منطقه المقاومه الرئيسيه 4500. ما شافهاش الا مره واحده النهارده، وراح نازل من 4500 نزل لغايه منطقه الارتكاز 4450 ونزل تحتها لغايه 4443 ادنى نقطه جابها النهارده، وشغال دلوقتي عند 4460. من حيث التحليل الفني اراجع معاك المستويات السعريه، عندي 4450 منطقه ارتكاز، عندي 4500 منطقه مقاومه اللي قرب منها امبارح وجابها النهارده ونزل من عندها، وعندي 4425 منطقه الدعم، ولو كسر منطقه الدعم ال 4425 هيزور ال 4385 ثم 4350. احتمالات وسيناريوهات الهبوط حتى الان اقرب، انا بقول اقرب وبقول احتمالات، لسه مش عارفين السلوك السعري عند المناطق دي. بفكرك ان احنا يوم الاثنين 29 ديسمبر نزلنا 247 دولار تحديدا من منطقه 4550 لغايه 4302. اذا المنطقه اللي من 4500 ل 4550 منطقه صعبه شويه، والبياع فيها بيكتر، يعني دايما السعر بينزل من عندها. هشوف النهارده على مدار اليوم واحدث اي جديد من حيث المستويات السعريه. اما من حيث التحليل الاساسي كان عندنا خبرين مهمين جدا من بدايه السنه: مؤشر مدير المشتريات الصناعي ومؤشر مديري المشتريات الخدمي، ودول كانوا في امريكا والاثنين جم اقل من المتوقع، ودول يدوا اشاره للفيدرالي لخفض الفايده في اجتماع يوم الاربعاء 28 يناير 2026. اما من حيث التوترات الجيوسياسيه، فنزويلا اعلنت التعبئه العامه للقوات المسلحه في اشاره واضحه ان هي هتدافع عن اي عدوان امريكي عليها. احدث على مدار الساعات القادمه اي جديد.